حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة يا رب. تعالوا بقى الحقوني وشوفوا النهاردة اللي حصل لي. احنا كده لما بنمسك في حاجة ما بنسيبهاش. طلبوا مني اكلة سمك تاني، اول ما الحاجة تعجبهم يصمموا افضل اعملها لهم. المهم يا حبايبي ما كدبتش خبر وقلت لهم خلاص ماشي، واللي قدامكم ده بقى فضلة خيركم. سمك مكرونة وسمك بولتشي، هنعمل فيه ايه النهارده؟ زي ما انتوا شايفين كده. همسك السمك كده اسم الله عليكم بعد ما تبلته بالفلفل والثوم والكمون والملح، وهبدا احطه قدامكم زي ما انتم شايفين كده في الرده. وهعمل ايه؟ هشويه في البيت، عشان كده انا جايبه السمك صغير شويه. السمك بكام الصغير ده؟ عامل النهارده في السوق 65 جنيه. اما المكرونه عامل 80 جنيه. عشان كده انا جبت سمكيه مكرونه واحده بس، زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده عملته في الرده. جبت عندي بقى الصاجه بتاع الفرن، حطيتها كده على النار وبحط فيها معلقه زيت او معلقتين. وبفضل ايه اعملهم كده بالبتاع السيليكون دي. بعد كده بروح نازله لما تسخن كويس قوي قوي، بروح نازله بالسمك بتاعي موطيه النار. طبعا بيعمل شويه دخنه في الشقه، بس قلت بقى هنعمل ايه؟ نفسنا فيه ناكله من البيت، بلاش ايه نجيبه من بره المره دي جاهز. ابتدأت كده انزل السمك معايا زي ما انتوا شايفين. بصوا مش جايباه كبير قوي عشان يستوي ايه براحته. واول ما بلاقيه زي طلع له دخنه كده بسيطه، واروح موطيه النار عشان خاطر هو هينز ميه. لما يقوم ينز ميه، الميه ايه؟ تخليه ايه يستوي على مهله. وهنا بقى كنت قلبته على الناحيه التانية، وطبعا ما اقولكوش محدش استنى. اوام راحوا ناتشين حته من السمكيه اللي في النص دي، ده ما استواش لا ودوقينا. المهم خدوا كل واحد حته منها، وقلت لهم سيبوا بقى اللي تحت لان انا لسه قلباه. ونزلت عليه كده بميه التوابل بتاعته اللي انا عاملاها طبعا، اللي بيفيد من الثوم والفلفل. بنزل عليه بمعلقتين خل وبزودهم شويه ميه، وببدا كده لما اقلبه اروح سقياه كده ايه زي ما انتم شايفين بالميه التوابل. وهنا بقى كنت عملت شويه سلطه، فضلت خيركم بقى، وحط عليها جرجير بقى كده ومروقاها يعني. وهنا دي السمكه المكرونه اهي بعد ما قطعتها 3 حتت. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هقليها. على فكرة في ناس بتشوي السمك المكرونة ده، يعني في ناس كتير بتشويه، بس انا بصراحة دايما بحب اقليه كده. ما عمري بصراحة ما جربته مشوي، لكن اعرف ان هو بيتقلي، واعرف كمان ان هو بيبقى طعمه تحفة. هنا بقى قليت السمكة زي ما انتوا شايفين كده، والزيت ده طبعا كان مكانه طعمية، فانا بقلي فيه السمك عادي ما فيهوش اي حاجة. نزلت كده بالسمك اهو. انا جايبه واحده بس لانه ب80 جنيه، فسعره طبعا غالي جدا جدا. وهنا بقى خلاص كان السمك استوى معايا. واللي بيفيد معايا من التتبيله بروح منزلاه تاني على السمك كده، وبعد كده تحاولي انك تقلبي الطبق عشان كل ده ينزل منه. عايزه تحطيه في مصفى حطيه، انا بصراحه ما حطيتوش. وهنا خلاص كان الغدا خلص زي ما انتوا شايفين كده بقى. تعالوا اتفضلوا معايا. عملت السمك المشوي في البيت، وعايزه اقول لكم طعمه كان جميل. وكمان عملت شويه رز ابيض، وكمان عملت السلطه. واتغدينا بقى، ومش قادره اقول لكم كان الغدا عامل ازاي.